في ناس بتجمع طوابع وناس بتحب الكتب القديمة، لكن في نوع تاني من الهوايات ممكن يخلي ورقة صغيرة أو قطعة معدنية ممكن يعدي سعر عربية فيراري أو فيلا على البحر. النهاردة هتاخد جولة معايا في عالم غامض وجذاب، عالم العملات المعدنية النادرة اللي سعر الواحدة منها ممكن يوصل ل10 مليون دولار. نبدأ بحكاية عملة فضية شكلها بسيط لكن قيمتها خرافية. العملة دي اتضربت سنة 1794 وبتحمل صورة سيدة شعرها سايح كأنها واقفة قدام رياح، وده السبب اللي خلاهم يسموها الشعر المتضفر. ورا التصميم ده كان فيه رسالة إن أمريكا لسه شابة. العملة دي مش بس أول دولار فضة اتضرب في أمريكا، دي كانت كمان أول محاولة حقيقية لإنشاء نظام نقدي وطني بعد الاستقلال. دار الصك وقتها كانت بتجرب المكن الجديد، ويقال إن العملة الأغلى فيهم هي أول نسخة خرجت من المكن، وده بيخليها أقرب لقطعة من التاريخ مش مجرد فلوس. سنة 2013 في مزاد علني اتباعت النسخة دي بمبلغ 10 مليون دولار، واللي اشتراها واحد من أغنى جامعي العملات في العالم ورفض يبيعها بعد كده بأي تمن. بعد كده نروح لعملة دهب شكلها غريب ووراها قصة فيها غموض. العملة دي اسمها النسر المزدوج واتعملت سنة 1933 في عز أزمة الكساد الكبير. أمريكا وقتها كانت بتواجه كارثة اقتصادية والأسعار بتنهار والناس بتخزن دهب تحت البلاطة. الرئيس فرانكلين أصدر قرار يمنع امتلاك الدهب وأمر الحكومة تجمع كل العملات الذهبية. المشكلة إن بعض النسخ من عملة 1933 خرجت من دار الصك قبل القرار ما يتنفذ واختفت، والحكومة الأمريكية قضت سنين بتدور على العملات دي وفعلا رجعت أغلبها، لكن واحدة منهم خرجت من البلد واتنقلت من تاجر لتاجر لحد ما وصلت لهواة جمع العملة الكبار. وبعد صراع قانوني طويل الحكومة وافقت تبيعها في مزاد رسمي سنة 2002، واتعرضت بعدها للبيع تاني سنة 2021 بمبلغ 7 مليون و600 ألف دولار. دي العملة الذهبية الوحيدة من إصدار 1933 اللي كان مسموح بامتلاكها بشكل قانوني. نرجع شوية ورا لسنة 1787 ونقابل شخصية مميزة جدا، إفراهام براشر. راجل كان بيشتغل زيغ في نيويورك وقرر يعمل عملة ذهب بإيده. براشر كان وطني لدرجة إنه حفر أول حرفين من اسمه، وده كان زي توقيع خاص بيه. العملة دي كانت تقليد للعملات الأسبانية اللي كانت شائعة وقتها. براشر عمل منها نسخ قليلة جدا وبقت نادرة بشكل كبير، واللي محفور عليها توقيعه اتباعت في مزاد بمبلغ 7 مليون و400 ألف دولار. والنهاردة العملة دي بتمثل لحظة عبقرية من تاريخ ما قبل النظام النقدي الأمريكي الرسمي، وتحولت لرمز للاستقلال الاقتصادي والابتكار الفردي. نروح بقى لإنجلترا في القرن ال14 سنة 1343 الملك إدوارد الثالث قرر يصك عملة ذهب جديدة وأطلق عليها اسم فلورين نسبة للعملة الإيطالية اللي كانت مشهورة وقتها. العملة كانت تقيلة ووزنها أكتر من المعتاد، وده خلى استخدامها صعب، فتم سحبها بعد كده واتبدلت بعملة تانية أخف، اللي بيخلي العملة دي غالية مش بس عمرها لكن ندرتها الشديدة. في 3 نسخ بس معروفين في العالم، واحدة منهم موجودة في المتحف البريطاني، وواحدة من النسخ دي اتباعت في مزاد خاص بستة مليون وتمنمية ألف دولار. مش عارف ايه الأرقام دي. العملة مصنوعة من ذهب نقي وعليها تصميم مميز للملك إدوارد قاعد على العرش ماسك سيف في إيد ووردة في الإيد التانية. وفي الآخر لما بنشوف قطعة معدن صغيرة بتتباع بملايين لازم نسأل نفسنا، هو إحنا بندفع في المعدن ولا بندفع في التاريخ؟ الحقيقة إن العملة مش بس وسيلة تبادل، دي سجل للتاريخ وقطعة من الحضارة وشاهد على حكاية، واللي بيملك عملة زي دي كأنه بيملك جزء من التاريخ. لو عجبتك الحكايات دي ما تنساش تشترك في القناة وتستناني في أصل الحكاية الجاية، لأن ورا كل قصة قديمة حكاية لسه ما اتقالتش.